في شوية تصرفات لو المرأة عملتهم معاك فلازم تفهم هي تقصد إيه بالظبط، لأن مش كل حاجة هتبقى كلام مباشر، ساعات الإشارات بتبقى بتتكلم أكتر من الكلام نفسه. وأول حاجة لو بقت هادية أكتر من العادي وبترد ردود قصيرة فده مش بالضرورة يكون برود، لكن ده معناه إن هي زعلانة ومش عايزة تقولك وهي مستنياك هتشوف رد فعلك، هل أنت هتلاحظ ده ولا هتعديه؟ تاني حاجة، لو لقيتها بقت مهتمة تسأل عن تفاصيل يومك فده اهتمام صريح حتى لو هي ما كانتش عايزة تعترف لك بده. تالت حاجة، لو بقت بتحكي عن نفسها أكتر وبتفتح لك مواضيع شخصية أكتر اعرف إنك أنت كده بالنسبة لها بقيت منطقة أمان وإنها واخدة راحتها معاك. رابع حاجة، لو بدأت تغير على خفيف، بدأت تنتقدك انتقادات بسيطة مع شوية أسئلة زيادة وتلاحظ منها نظرات غريبة أنت ما كنتش متعود عليها، فده مش نكد لكن ده إحساس بوجودك أكتر، يعني حد ابتدى يعزك فعلا. خامس حاجة، لو فجأة بعدت خطوة من غير سبب ده مش تناقض لكن ده اختبار، هل انت هتقرب، هل انت هتسأل وتهتم ولا وجودها مش فارق معاك. يعني من الآخر كده المرأة مش دايما هتقول أنا مهتمة أو أنا متضايقة، بس تصرفاتها بتفهمك كل حاجة، ولو لقيت العلامات دي افتكر هي كده مش بتلعب، هي كده بتلمح لك.